انه في وادي اسكندر واحنا بنبعد عن وادي الاسكندر كيلو ونص، بما انه المزبله اللي ضاره المجتمع المثلث طيبه كلنسه وطيره بتحصل على ترخيص، بتحصل على إماية كهرباء، بتحصل على خط بيوف وخط مي، وبزفتوا لها الشارع من عند شعر فرايم لحديت المزبله. واحنا اولادنا بالشتويه، وهي جاري حدي بالشتويه بحضروش مدارس اولادنا، حتى احنا بصعوبه نطلع الشغل من الطريق. يعني صحيح انا فكرت يعني من الطريق. فاللي بوجعك انك لما بتشوف انه مطرح النفايات إلها قيمة أزيد من البشرية وأزيد من المواطنين. إن كان ناس اللي يشتغلوا على هذا الموضوع جديا يعني إحنا لا حول ولا قوة إلا بالله، مسلمين أمرنا لله وللمسؤولين الكبار ولا لجنات الشارع زي ما قلت